نشرات الأخبار لهذا اليوم نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط. مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة. المنتخب الوطني المحلي يقترب من تحقيق لقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه ببلوغ النهائي إثر تفوقه على نظيره السنغالي بركلات الترجيحية في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الأوغندية كامبالا. المساعدات المغربية الإضافية الموجهة لساكنة غزة بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تخفف الكثير من معاناة الساكنة. وبفضل الدفعة الثانية من المساعدات المغربية تتمكن المخابز والتكايا من استمرار تزويد النازحين في الخيام بالخبز. وبشاطئ سيد العابد بالهرهورة افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية من ممثلين مخرجين ومبدعين في مختلف المشارب الفنية. مرحبا بكم من جديد. نستهل النشرة بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا على حساب المنتخب السنغالي. مباراة امتدت إلى ركلات الجزاء التي منحت أسود الأطلس مقعدا في النهائي، حيث سيواجه المنتخب الوطني نظيره مدغشقر وعينه على اللقب الثالث. تفاصيل والتأهل مع قائمة بالعوشي. تقدير وإعجاب للمنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم. أسود الأطلس من شمال إفريقيا إلى شرقها إلى أعلى سلسلة جبلية في العالم كليمانجارو إلى كينيا تنزانيا وأوغندا. أسود الأطلس تزأر بقوة، تنجح في هزم أسود التيرينغا وتحصد بطاقة النهاية شان 2024. انتصارات متتالية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين. إعلان مسبق لكل الخصوم أن أسود الأطلس حضرت إلى الشان من أجل لقب التتويج. ومتأكد بأن الحمد لله عندنا واحد المجموعة اللي عندهم واحد الماتش كبير وعندهم واحد الدراية كبيرة وعندهم واحد الرغبة كبيرة، لأن هذا الانتصار هذا ما يكون إلا حافز أكثر إن شاء الله الرحمن الرحيم نتقاتلوا الفينال باش أننا إن شاء الله نرجعوا بالكأس إن شاء الله الرحمن الرحيم. في كل مباراة على حدة في دور المجموعات والدور الإقصائي المباشر، حرص الناخب الوطني طارق سكيتيوي على إذكاء روح اللاعب الجماعي العزيمة والرغبة من أجل إسعاد الجماهير المغربية. بالنظر إلى برمجة لقاءات المنتخب الوطني في الشان، المنتخب الوطني للاعبين المحليين عانى كثيرا من التنقل والسفر بين 3 دول كينيا تنزانيا وأوغندا. نجح في التأقلم مع تقلبات حالة الطقس بمواصفات المناخ الاستوائي على مستوى ارتفاع درجات الحرارة، الرطوبة والأمطار الموسمية. فضلا عن ذلك عانت تشكيلة المنتخب الوطني من إصابات وغيابات اضطرارية، إلى جانب ذلك استبدال مجموعة من اللاعبين الذين دخلوا عالم الاحتراف بأيام قليلة قبل موعد انطلاق الشان. بالرغم من ذلك الناخب الوطني طارق سكيتيوي بتجربته الكبيرة نجح في إيجاد التوليفة القادرة على تجاوز كل الصعوبات والتأهل إلى المباراة النهائية. أنا كنظن ودائما خدمت بحال هكا مع اللاعبين، دائما لا في فروق ولا في أي مكان. اللاعب اللي كنشتغل معاه تنبغيه من قلبي، تنبغي له الخير من قلبي، كنتعامل معاه باحترافيه وكنتعامل معاه بحب. وكنظن اللاعبين راهم اذكياء تيفهموا بان فاش يكون قبلتهم واحد الانسان اخ ديالهم كبر منهم اللي كيكون اولا مثال وقدوه، وثانيا كيحاول او كيعمل باش يرضي الله في العمل ديالو باخلاص وبسخاء، وتيكون كيتعامل معهم باحترافيه وبحب. ما يمكنش ما تكونش العلاقه جيده وما يمكنش ما يكونوش الثمار جيدين. يقول لك ازرع الخير كتلقى الخير. ونحن نتابع لقطات من الدورة السابقة التي دارت بالكاميرون. المنتخب الوطني
كان قد فاز على منتخب مالي بهدفين مقابل لا شيء، وتمكن من تحقيق اللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم المغربية. أمام كل هذه الإنجازات المتتالية نتطلع ونطمح أن يكتب المغرب اسمه في سجل الأرقام القياسية على مستوى كأس الشان، الفوز باللقب للمرة الثالثة، نتمنى ذلك. ونبقى لحظة مشاهدينا مع تصريحات الناخب الوطني طارق سكتيوي وبعض لاعبي المنتخب المحلي لكرة القدم. سعيد بهذا الانتصار اللي ما جاش سهل مرة واحدة أخرى ضد فريق اللي قوي، ولكن انتصار مهم لأنه خلانا أننا ندوزو لا فينال، والتحدي بدا من أول مقابلة وما كانش الأمور سهلة، ولكن كان اليقين في الله وفي العمل اللي تنجز. فيمكن لي نقول لك بأن هذا بعدا بالنسبة لي أنا فهو تتويج في حد ذاته بكل صراحة، ماشي فهو التتويج، ولكن هذا ما كيمنعش بأن ابتداء من غد إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون لا موتيفاسيون ديالنا أكثر باش نجيبوا الكاس إن شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كانوا الدراري رجال، كنا رجال، اللهم لك الحمد. فيكتوار ميريتي الحمد لله، الخدمة والكمال على الله، والحمد لله ربي جاب التيسير، اللهم لك الحمد. مبروك علينا التأهل الفينال، التأهل اللي ما جاش بالسهل كونتر واحد المنتخب اللي هو اللي توج في اخر شان. كنا عارفين الماتش ما غاديش يكون سهل. المدرسه السنغاليه معروفه بالخدمه ديالها، تاكتيكمون تيكونوا مزيانين، حنا عارفين هذا الشيء. ماتش كنعاودها ما كان سهل الطرفين اللي ناوليهم. كنشكر الدراري على المجهودات اللي داروا، كنشكر الستاف كلشي على هذه الخدمه هذه الكبيره، ومبروك علينا التأهل. احنا كنا عارفين المباراة تكون قوية، احنا عارفين المنتخب السنغالي منتخب قوي عنده مؤهلات، وحنا درسنا نقطة القوة ونقطة الضعف. الحمد لله جا التأهل، هذا هو الأهم، وإن شاء الله نأكدوها في الفينال ونجيبوا معنا الكاس المغرب. ما جاش بالسهل، كان خدمة كبيرة درنا، اللهم لك الحمد، وكنشكر الستاف ديالنا بعدا على الخدمه الكبيره اللي كيقدموا لينا، الطاقم الطبي كلشي صراحه. ثانيا تنشكر الزملاء ديال على هاد ليفور اللي قدموا صراحه، الله اكسبسيونيل اليوم، كانوا اكسبسيونيل. كان واحد الخصم اللي عانيت، ما حتى التيرا ما عاونش الدراري باش اننا نبوزيو ديك الجو ديالنا باش نبغيو نديرو نحطوه في الارض. اللهم لك الحمد، كاين ليكسبيريونس، كاين الكاليتي، تبارك الله. جيرينا الماتش كوم يلفو، والحمد لله على التأهل ديالنا، ونتمنوا ان شاء الله نكملوا في الفينال ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبعد صافرة النهاية التي أعلنت عن تأهل المنتخب الوطني للمحليين للمباراة النهائية، عمت فرحة عارمة عبر ربوع المملكة، فرحة رصدها لكم مصورو القناة الأولى عبر جهات المملكة. ان شاء الله الماتش ديال السنغال ربحناه، وسمح لنا واخا سمح لنا ربحناه، وما شكر ان شاء الله غادي نتا هما ندوزو عليهم بالفينال. مجهودات كبيره وتبارك الله عليه، فريق كبير بزاف، ونتمنوا من الله يزيد لقدام، والله نتمنوا من الله هاد البلاد تزيد لقدام ان شاء الله بفضل سيدنا. ان شاء الله كلشي الامور غتكون بخير وعلى خير ان شاء الله. الله ندور الفينال ان شاء الله، ان شاء الله راه لعبوا اليوم مقابله كانت زوينه وتقاتلوا. بون كوراج. انتصار بركلة الجزاء فهو جد ايجابي، على اعتبار ان كاين هناك عمل كيدار على مستوى الفرق الوطنيه، وهذه النتيجه ديالو. المقابله بالنسبه ل 120 دقيقه ما سهلاش، خص اللياقه البدنيه هائله، ورغم ان الفريق السنغالي تيتوفر على اللياقه البدنيه الاقامات، فان الفريق الوطني المغربي قدم مستوى عالي. كانت مباراة مزيانة، المنتخب قدم أداء زوين ضد واحد من أعتق المنتخبات الأفريقية. منتخب السنغال منتخب صعيب، كيلعبوا بدنيا. الحمد لله منتخب السكيتيوي قدر أنه يجري 120 دقيقة بدنيا، وقدروا إن شاء الله يتفوقوا في البيلانتيات، وإن شاء الله كنتوعدوا منتخب مدغشقر في الفينال، وإن شاء الله لما لا الكوب دافريك للمحليين، ونفرحوا شعبنا ونفرحوا ملكنا. احنا جد فرحانين اليوم لانه المنتخب الوطني تاهل للفينال على السنغال، وان شاء الله نربحوا الفينال ان شاء الله، وهذه فرحه كبيره للمنتخب والشعب المغربي كامل، وان شاء الله الفوز. احنا جد سعداء بهذا الانتصار اللي قدموا لنا المنتخب المحلي، وكيف ما كتلاحظوا مؤخرا كان هناك واحد التطور كبير اللي عرفته الكره المغربيه، وكنتمناو كمشجعين
ان المنتخب المغربي يفوز بالكوب دافريك الجايه، وعلاش لا نمشيو بعيد في كاس العالم ديال المنتخبات اللي جاي. ولتحليل مجريات هذه المباراة التي تمكن من خلالها أسود الأطلس حجز ورقة العبور لنهائي الشان الأفريقي، يسعدنا أن نستضيف هنا في بلاطو الظهير الإعلامي والمحلل الرياضي محمد الجفال. سيد الجفال، مرحبا بكم معنا. شكرا سي محب، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. سيد الجفال، المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين تمكن من تحقيق الاهم والتاهل الى المباراه النهائيه بعد الفوز على المنتخب السنغالي بركلات الترجيح. بدايه، ما هي قراءتكم الفنيه والتقنيه لهذا اللقاء، خصوصا وان المنتخب السنغالي هو المتوج بالنسخه الماضيه وكان حتى امس يعني اقوى المرشحين للتتويج بهذه النسخه؟ بالفعل المنتخب السنغالي يعتبر من اهم المنتخبات على الصعيد الافريقي نظرا لتكوين اللاعبين، لانه جينيراسيون فوت اللي ساهمت في تكوين العديد من اللاعبين السنغاليين اللي تلعبوا الان في البطولات الاوروبيه وفي مقدمتهم ساديو ماني. الاكاديميه اللي ساهمت في تكوين اللاعبين هذو كنلاحظوا على انهم عندهم واحد القوه جسمانيه قويه، تنظيم دفاعي منظم على وسط الميدان، خلقوا مشاكل كبيره للفريق الوطني المغربي. يعني الجمهور المغربي امس عاش لحظات صعبه جدا نظرا لقوه المنتخب، ولكن الفريق الوطني المغربي عارف كيف يتعامل مع اطوار المباراه، لانها كانت مباراه صعبه، لانه لعبنا مع منتخب اللي تيتوفر لاعبين جيدين وهو حامل لقب كي يطمح انه يوصل للمباراه النهائيه. كل العوامل جعلت ان كانت مباراه بمثابه نهايه قبل الاوان بين منتخبين قويين على الصعيد الافريقي، ولكن الفريق الوطني المغربي عارف كيف يتعامل مع المباراه وكيف يخرج بتعادل دون تلقي اي هدف بعد ما سجل الهدف الاول. عرفنا كيفاش نرجعوا في المباراه، هذا هو اهم شيء بالنسبه لهذا الجيل الحالي للفريق الوطني المغربي. كان رائع ولكن الفريق يعني سجلوا الهدف التعادل، وكان بامكاننا نقتلوا في المباراه في الانفاس الاخيره ديالها، خاصه بعد ما ضيعنا واحد جوج ديال الفرص. ولكن على العموم الفريق الوطني حقق الاهم وتاهل للمباراه النهائيه من اجل الظفر ان شاء الله باللقب الافريقي الثالث للشان، حتى نعزز خزينه كره القدم المغربيه. وبالمناسبه نهنئ جميع اللاعبين والطاقم التقني رغم ان الصعوبات كانت صعبه جدا، يعني السفر الى 3 بلدان افريقيه قبل انطلاق الكاس الافريقي للاعبين المحليين. المدرب الفريق الوطني اضطر انه يغير التشكيله، لانه 10 لاعبين اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه التحقوا بعالم الاحتراف، وهذه الاشياء كلها خلقت مشاكل، بالاضافه الى التنقلات. المنتخب الوحيد المشارك في الشان اللي تنقل ما بين كينيا وتنزانيا وكذلك اوغندا. هذه الثلاث رحلات خلقت مشاكل وخلقت تعب بالنسبه للاعبين، واكدها المدرب الفريق الوطني المغربي اللي بالمناسبه كنهنيو على العمل اللي قام به، وكذلك الاستماتة اللاعبين اللي ساهموا في الوصول للفريق الوطني المغربي، وهذا ما يؤكد على ان كره القدم المغربيه تسير في خط تصاعدي. نعم، على ذكر المدرب طارق سكتيوي واللاعبين، سؤالي سيد الجفال، كيف استطاع او تمكن طارق سكتيوي يعني في ظرف وجيز تحقيق هذا الانسجام بين اللاعبين؟ الشيء المهم من الإكراهات التي ذكرت، الشيء المهم في كرة القدم هو أن الثقة اللي تكون بين اللاعبين والمدرب كيجعل أن اللاعبين كيعطيو كل ما عندهم لأجل المدرب. لذلك طارق سكيتيوي لاعب كبير، أنه كان في اللاعبين الكبار اللي لعبوا في عالم الاحتراف، لعب في البطولة الوطنية، تعرف العقلية اللاعب المغربي، وهذه الأشياء كلها بالإضافة أنه مشروع مدرب كبير بإمكانه أن في المستقبل يكون مدرب الفريق الوطني المغربي. لما لا؟ لأنه عنده جميع الإمكانيات، لأنه داز في الاحتراف، داز في البطوله الوطنيه، تعرف المبادئ ديال كره القدم، تعرف كيفاش يتعامل مع اللاعبين، وهذا شيء مهم بالنسبه للمدربين. المدرب الناجح هو اللي كيعرف انه كيفاش يجر عنده اللاعبين، وملي كيجر اللاعبين عنده اي خطه كيف ما كان نوعها تيتماشاو معها وكيتاقلموا معها. لذلك هذه الاشياء مهمه بالنسبه للفريق الوطني المغربي، واعتقد بان طارق سكيتيوي نجح في المهمه ديالو، رغم الصعوبات الكبيره وصل للمباراه النهائيه، وهذا شيء يحسب له ويحسب لهذا الجيل اللي لعب واحد الدور اساسي واعطى القيمه ديال كره القدم المغربيه. لان كره القدم المغربيه الان عندها ولات واحد الثقافه كبيره، انه كندخلوا لاي مناسبه كيف ما كان المسابقه كيف ما كان نوعها، والفريق الوطني كيدخل من اجل الفوز واللقب. وهذه الثقافة مهمة بالنسبة لنا لهذا اللاعبين وكذلك الجيل المقبل، حتى يكون الفريق الوطني المغربي والمنتخبات الوطنية كلها في مستوى الطموحات الجمهور المغربي. نعم سيد الجفال، إذن المنتخب